مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. فيلمنا النهاردة الفيلم النادر اللعب بالنار. تاريخ العرض 1 يناير 1948. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة. عمر الفيلم 76 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية. إخراج عمر الجميعي. تأليف زكي إبراهيم. قصة وسيناريو وحوار عمر الجميعي. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة شريفة فاضل، زوزو ماضي، فريد شوقي، محمود المليجي، محمود شكوكو، نعيمة جمال، وزينات صدقي. أما عن قصة الفيلم فبتدور حوالين سايغ عايش هو ومراته وبنته في قصة جميلة جدا، وعايشين مرتاحين لدرجة كبيرة. هو ومراته بيحبوا بعض جدا. المهم، بعد مرور الوقت من السعادة ظهر لهم شخص اسمه أدهم. الشخص ده كان على علاقة مع زوجة السايغ، وكان بينهم علاقة غير مشروعة، وبيحاول ان هو يهددها لما عرف ان هي اتجوزت بقى من بتاع دهب، اللي هو هتديني فلوس ولا اقول لجوزك. الموضوع بدأ يكبر منها وهي مش قادرة تقوله، فبدأ ان هو كل شهر تدفع له مبلغ لحد ما المدة بدأت تقل. بقى كل أسبوع تدفع له مبلغ، لدرجة إن هي بقت تدفع له في الأسبوع مرتين وتلاتة كمان. هي ما استحملتش، والفلوس اللي كانت معاها خلصت، ومش قادرة تقول لجوزها إن هي عايزة فلوس تاني. فقررت إن هي تروح تقابله وتنتقم منه، أو تقتله بمعنى أصح. بالفعل راحت شقته. في الفترة دي كان عاوز يعمل معاها نفس الحاجة اللي كان بيعملها معاها قبل جوازها، فهي رفضت. فاتفق معاه اتفاق ان انت هتديني 20,000، وانا اساسا مش هاجي جنبك تاني، ولا جنبك ولا جنب بنتك ولا جنب جوزك، بس انا محتاجة المبلغ ده. طبعا المبلغ ده كان لا يمكن يحصل ان هي تدفعهوله، فقررت ان هي تقتله. ايوه، ضربته على دماغه بإزازة الخمرة اللي كان بيشربها، فوقع والدم سال على الأرض. وجريت، وهي بتجري نسيت الشنطة بتاعتها اللي فيها البطاقة وفيها حاجاتها الشخصية. أول ما هربت رجعت البيت وأكنها ما عملتش أي حاجة. الراجل ده مات، ولما جه البوليس علشان يفتش لقى الشنطة بتاعتها واتهمها. وبالفعل راحت القسم، وما بقتش عارفة تبرر لجوزها اللي حصل ده حصل ازاي، وقعدت قدامه بصورة بشعة. الموضوع بدأ يكبر منه. الحكومة اكتشفت ان هو ما اتقتلش بالضربة اللي كانت على دماغه، ولكن هو خد رصاصة في قلبه بعد الضربة على دماغه بساعة. ازاي؟ هقولك ان هو كان على علاقة بمغنية،
والمغنية دي برضو كان بيعمل معاها نفس الحاجة، ان هو عايز منها فلوس كل شوية. فالمغنية دي بالصدفة كانت جاية بعد مرات السايغ ما مشيت، وأول ما وصلت دخلت العمارة، وكانت متغاظة منه جدا. أول ما فتح لها الباب كان متعور في دماغه، فطلب منها فلوس. فبتقوله ايه الجرح ده؟ قال لها أبدا، ده أنا وقعت على دماغي. ايه اللي حصل؟ قال لا لا لا، مفيش حاجة، ده أنا بس جرح بسيط وسطحي. طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ قال لها أبدا، أنا كنت مكلمك علشان أخد منك فلوس. وبالفعل خلصت منه، لاني ما لقيتش اي حل قدامها غير ان هي تضربه بالنار، وضربته في قلبه بالظبط. وهي بتهرب مسحت كل اثار الجريمة بتاعتها ما عدا اثار واحد بس، وهي مسكت الاكرة بتاعة الباب وهي وداخلة نسيت تمسحها. فهما بيرفعوا البصمات لتالت مرة للتأكيد، لقوا بصمة الإيد، فطبقوها مع بصمات الناس كلها اللي كان يعرفهم، فاكتشفوا ان دي المغنية اللي شغالة في الكازينو اللي هو كان بيسهر فيه. ومن هنا اكتشفوا ان هي بريئة، وما كان على الست غير ان هي تحكي الحكاية لجوزها. بصراحة انا كنت شابة طايشة، اتعرفت عليه ومشيت معاه، وبعد كده اكتشفت اللي انا بعمله غلط فسبته. ومرضتش اقولك عشان ما يبقاش صورتي قدامك بشعة، وانت مش هتحاسبني على حاجة حصلت ما بين الجواز. طب عملتي كده ليه؟ حبيت اخلص منه، لكن علشان كان عمال يستفزني بالموضوع وكل شوية بيعايرني بيه وبس. ورجعوا تاني لحياة سعيدة جدا، والمغنية اتعدمت. اما الراجل فالله يرحمه. شكرا جدا.